السلام عليكم، كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي احسن الاحوال. مرحبا بكم في قناتكم سويت فيروز في فيديو جديد بمناسبة حلول رأس السنة. اليوم ان شاء الله غنشارك معكم وصفة الكيكة الروسية بالبندق غيس نوازيت، وهي وصفة رائعة وفاخرة للمناسبات والحفلات. لذلك نقترح عليكم هذه الوصفة اللي تقدروا تخدموا بها خصوصا في فترة رأس العام لتيكون عليهم الطلب بزاف وبرشا. كملوا الفيديو حتى الأخير، وكنتمنى ينال إعجابكم وبارتاجيوه مع الأحباب والعائلة لتعم الفائدة وفرجة ممتعة. كالعادة مقادير الوصفة في صندوق الوصف. بسم الله على بركة الله، نبداو الوصفة ديالنا. اول حاجه غنحضروا كريمه الزبده. كما كتشوفوا انا درتها بكريم باتيسير عاديه بدون بيض بالنشا او كريمه بودره. كما كتعرفوا كاينين بزاف ديال انواع كريمه الزبده، السويسريه، الايطاليه، الروسيه وهكذا. المهم بزاف الانواع. اليوم انا حضرتها بطريقه هذه. كما كتشوفوا خدينا 500 ملل حليب، معاهم السكر 150 غرام، وعملنا عليهم 75 غرام كريمة بودرة أو نشا. أنا هنا استعملت كريمة بودرة بنكهة البندق، ومن بعد زدت عليهم عجينة البندق اختياريات. أنا راني زدت هاد عجينة البندق باش نعزز النكهة ديال الكريمة ديالي، وحركنا مزيان حتى اندمجت. من بعد زدت 50 غرام ديال الزبدة، كيف حركنا مزيان حتى اندمجت مع الكريمة ديالنا. وهي الكريمة ديالنا حضرت زوينه كتحمق ما شاء الله. من بعد خلينا الكريمه ديالنا في بول واحد اخر باش يبرد. لازم الكريمه تبرد مزيان قبل ما نخدموها مع الزبده، وغطيناها ببلاستيك غذائي بالطريقه كما كتشوفوا. لازم البلاستيك يلمس الكريمه ديالنا، وخليناها ابار. ودابا ندوزو نطيبو الداكواز ديالنا. هنا خدينا 250 غرام بياض البيض، تقريبا ما بين 7 أو 8 بياض البيض. طربناهم شويه هكا، وزدنا عليهم 85 غرام سكر عادي على 3 مراحل، شويه بشويه حتى طلعنا المورينغ مزيان كما كتشوفوا اونيج. ومن بعد ندوزو نزيدو النواشف ديالنا. كما كتشوفوا زدنا 150 غرام سكر كلاص، غربناه معاهم 50 غرام نشا او دقيق على حسب المتوفر. ومن بعد زدنا 200 غرام بودرة البندق كما كتشوفوا، وخلطنا كل شيء النواشف مزيان باش نضيفوها على المريق ديالنا كما غادي تشوفوا في الفيديو. زدنا هنا النواشف ديالنا او كحنا باش نزيدوهم على 3 مرات شويه بشويه. كما كتشوفوا الطريقه يلزمنا نعملوه دائري شويه بشويه باش ما تطيحش الفوليوم ديال الميرينغ ديالنا كما هو واضح. انا هنا راه غير سرعت الفيديو. هاك على 3 مراحل زدت النواشف ديالنا، وهي حضرت التاكواز ديالنا. وغادي نحطوه في الصينيه باش ندخلوها الفران على 170 درجه لمده 10 دقائق لا اكثر. وها هي الدكواز ديالنا حضرت وطابت، جات رائعة، كتجي هشيشة. هاد الوصفة راهي ناجحة 100%. تاكليها بوحدها هاد الدكواز كتذوب في الفم، كنصحكم تجربوها. غطيناها باش تجلس لنا رطبة. من بعد خدينا الكريمه ديالنا الباتيسير كما كتشوفوا. انا راني خليتها ليله كامله سكيفي بردت بزاف، خدات لي شويه الوقت باش ولات لي كريميه. بعد جبنا الزبده ديالنا، بدينا كنضيفوه شويه بشويه حتى الزبده راه لازم تكون رطبه باش ما تعذبكمش ولا باش ما تاخذلكمش بزاف الوقت باش تخدموها الكريمه الزبده ديالكم. انا سي ديجا راني حولتها للباتور باش خدمتها في الساعه ومزيان. ومن بعد نزيدو عليها عجينه البندق. انا هنا عملت 150 غرام ديال عجينه البندق، ضفتها على 3 مراحل حتى اندمجت مزيان، وخليناها شي 10 أو 15 دقيقه حتى حضرت الكريمه ديالنا ولاتنا ناجحه كما كتشوفوا. دابا ندوزو نحضروا غاناش وشوكولا ديالنا. خدينا 150 غرام شوكولا بالحليب او اسود من النوع الجيد، زدنا عليهم 100 غرام قشطه طريه سائله سخونه، حركنا مزيان حتى دابو. من بعد زدنا 30 غرام زبده وخليناه ابا حتى يبرد نستعملوه في المونتاج ديالنا.
دابا ندوزو نحضروا الطبقة المقرمشة اللي احتاجينا فيها 100 غرام شوكولا بالحليب، وزدنا عليهم 50 غرام ديال بندق مهروش ومحمر كما كتشوفوا. تقدروا تستعملوا حتى عجينة البندق او البخاليني الا كان متوفر، كتجي بنينه بالبخاليني. انا ما كانش عندي متوفر، وعملنا لي في دونتيل ولا الفيتين. انا ما كانش عندي الفيتين، استعملت هكا النوعيه كيتباع عندنا هكاكا كي البسكوي وعملته وجات بنينه كتحمر كما كتشوفوا. وخلينا ابا وندوزو المونتاج ديال الكيكه ديالنا. أنا مونتيتها بالطريقة هذه. الطبقة الأولى داكواز، الطبقة الثانية كريمة البندق، ويمكن إضافة البخالة مقرمش كونكاسي أو بودرة اللوز أو البندق محمر ومهروش. الطبقة الثالثة غاناش الشوكولا، هي لازم تكون أبرد من هكا، ماذا بكم تزيد تخليوها تبرد باش تشد راسها مزيان. من بعد الطبقة الرابعة داكواز أخرى، والطبقة الخامسة طبقة المقرمشة اللذيذة. ننصحكم ديما ديروها في الكيك ديالكم. وفي الأخير طبقة كريمة البندق، ويمكن إضافة كيف بخلا مقرمش كونكاسي أو لوز وبندق محمر ومهروش على حسب المتوفر والمستطاع. بالنسبة لي أنا عملتها بالطريقة هذه، اكتفيت فقط بجوج طبقات ديال الدكواز، ممكن ندير حتى 3 أو 4 طبقات. وعملتها بالطريقة هذه سهلة سامبل بسيطة، وجات كتحمق ما شاء الله. وكملت المونتاج ديالنا وغطيناها مزيان في الماليمونتير وحطيناها في الفريجيدير تبرد حتى نحضروا نزوقوها ان شاء الله. على فكرة هاد الكيكة ديما كنحضروها 24 ساعة قبل ولا 48 ساعة قبل، ومن احسن نخليوها في الكونجيلاتور، ومنين نبغيو نقدموها نخرجوها من قبل بساعتين ولا اكثر ونزوقوها على الطريقة ديالنا. أخرى بالنسبة للكيكة الروسية كدير غير بالداكواز وكريمة الزبدة. بالنسبة للكناش والطبقة المقرمشة هادوك إضافات فقط لأنها كتجي أبن ولذيذة بزاف. بالنسبة للتزيين أنا عملت كراميل، وخديت البندق واللوز محمرين وعملتهم في هذا الكراميل، زدت لهم الملح ومن بعد خليتهم يبردوا وكونكاسيتهم وزينت بهم الكيكه ديالنا كما هو واضح في الفيديو. الوصفة جاتكم سهلة وواضحة، حاولت ما أمكن بسط لكم جميع المراحل باش تقدروا تخدموها وتجربوها بكل سهولة وأريحية. كما شفتوا في الفيديو أنا زينتها بالطريقة هذه، طريقة سهلة وبسيطة
وجدت لوحة فنية رائعة والمذاق ولا أروع، لذيذة جدا وفاخرة، تحمر لك وجهك في المناسبات والعرضات. ننصحك تجربيها لأنها فعلا من ألذ الكيكات اللي يمكن تحضريها للعائلة ديالك أو تخدمي بها لي كوموند في هذا رأس العام إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية الفيديو، كنتمنى أن هذه الوصفة نالت إعجابكم، وكنتمنى تجربوها وما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، وشجعوني بتعليقاتكم الجميلة والمحفزة. وللمزيد من الوصفات لا تنسى الاشتراك في القناة ودعمها، وأيضا تفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد إن شاء الله. وشكرا على حسن المتابعة والتشجيع، ودمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء في فيديو جديد ووصفة جديدة إن شاء الله.